فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، مرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. إليكم آخر تطورات قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي. بالنسبة للنيابة العامة في نانتير فرنسا، قدمت يوم الجمعة 1 أغسطس طلبا لإحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب كما تعرفون سابقا، بناء على اتهام يعود إلى عام 2023. ولا يعني هذا الطلب صدور حكم بالإدانة، إذ تقع الكلمة الأخيرة لقاضي التحقيق الذي يقرر ما إذا كانت سيوافق على المحاكمة أو يرفض الطلب. الواقعة تعود حوالي 25 فبراير 2023، حين زعمت شابة تبلغ من العمر 24 عام أنها التقت بحكيمي عبر انستغرام، ومن ثم زارته في منزله ببولوني، حيث تعرضت لمحاولة اغتصاب حسب ادعائها. تم توجيه تهمة الاغتصاب إلى حكيمي فعليا في مارس 2023، ووضع تحت رقابة قضائية أثناء التحقيق، إذ تمت إدانته. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 15. ورد دفاع أشرف حكيمي المحامية فاني كولين أن طلب الإحالة لا يعني الإدانة، وأن الأمر ما يزال ضمن الإجراءات القانونية المعتادة. وصفت كولين طلب النيابة بأنه غير مفهوم ولا منطقي بالنظر إلى الأدلة المتوفرة، ومؤكدة أن حكيمي ينفي جميع التهم ويعتزم استخدام كافة وسائل الطعن حالة الإحالة. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.